السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله قاع تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتكم، قناة وصفات بسيطة. إن شاء الله اليوم وصفة اليوم غادي ندير معاكم مسكوتشة ولا كيكة. غادي نديروها بحبة بيض. غادي نديروها مقادير بسيطة كما عودتكم دائما. تابعوا برك الفيديو حتى التالي باش تشوفوا هذه الكيكة. ما نطولش عليكم، نبدو في المقادير. كما شفتوا هنايا عندي هنايا كاس تاع زيت، وعندي كاس تاع حليب ماشي معمر. نخلو منه ربع، وربع الاخر نديرو ياغوت، اي ياغوت يكون عندكم. وماشي شرط ياغوت، تقدروا تستغنوا عليه، تقدروا ديروا غير كاس حليب وديروا كاس تاع زيت. عندنا حبة تاع البيض، عندنا هنايا كاس تاع سكر ماشي معمر بزاف، ناقص منه ربع باش ما تجيكمش الكيكه نتاعكم حلوه. عندنا هنايا زوج باكي هنايا نتاع خماره تاع الحلوى. وعندنا هنايا المغرف تاع الخل، وعندنا لافاني سائله، تقدروا ديروا لافاني نتاع العبره. نبدو هنايا نخلطو. هنايا درنا الحبه تاع البيض، غادي نزيدو عليها السكر ونخلطو مليح. انا نوريكم هنايا في الياغوت الا درتو ديروا من هذا يجي شباب، ولا ديروا من هذاك الصغير، ماشي شرط يكون كبير، ولا تقدروا كما قلت لكم تستغنوا عليه. درنا الحبه تاع البيض هنايا، ودرنا هنايا سكر، درنا هنايا ثاني الحليب. والحليب هنايا ماذا بكم يكون دافي، ما ديروهش بارد. نخلطوا هنايا هاد المكونات، خلطهم مليح. والزيت من بعد نقعدوا نضيفوا في الزيت ونخلطوا. هنايا تقدروا تخلطوا بالباتور، ولا تخلطوا غير بالفويه كما شفتوا راني نخلط غير بالفويه. والكيكه نتاعي جات بزاف شابه، من بعد غادي ان شاء الله تشوفوها كيفاه جات. وهنايا اضافه هنايا زدت المايزينا، زدت كاس تاع مايزينا، تقدروا تستغنوا عليه. وزدت ثاني الزاز تاع الليمون وتاع البرتقال. وهنايا تقدروا تعصروا ثاني الليمونه، الا ما عندكمش لافاني تقدروا ديروا الليم في بلاصه لافاني. هنايا غادي نديروا هاد القشور كما شفتوا، نخلطوا هنايا مليح، نضيفوا هنايا الفرينه. من بعد غادي نضيف ثاني مغرف نتاع الخل. ما تنسوش المغرف تاع الخل، هي اللي تعطي الكيكه تاعنا تجي خفيفه وثاني تجي طالعه. هذا هو القوام تاعها. هنايا ما تقلوهاش بزاف، وثاني ما تخفوهاش بزاف. هنايا عندي هذا المول، تقدروا ديروا اي مول يكون عندكم. درت له الزبده، ودرت له هنايا الفرينه باش الكيكه تاعنا ما تلصقش. هنايا الفرن تاعي راهي حما، غادي نديرها طيب، ومن بعد ان شاء الله غادي تشوفوه. وهذه هي الكيكه تاعنا، شوفوا كيفاه جات، تجي بزاف شابه وتجي خفيفه. درناها غير بحبه تاع بيض. ان شاء الله تجربوا هذا الوصفه، ولا نجحتوا فيها ودرتوها ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات. وما تنسونيش الا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه اللي ماش مشترك، وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. نتلاقى معكم ان شاء الله في وصفه جديده باذن الله. سلام.